الحمد لله على السلامة يا روح قلب بابا. مع اني متأكد يا لولي ان هديتي هتبقى احلى بكتير. حلوة. شوفي كده الحلويات دي ولا دي؟ ألف مبروك. I'm very ready for Ila baby. I'm going to اسكت، هتقع بلسانك وتقول كل حاجة. كل سنة يا لولي وانت مبسوطة، ولما تكبري تشوفي الفيديو ده تشوفي بابا وماما وهم بيعملوا لك احلى عيد ميلاد في الدنيا. واخيرا إيلا معانا في الفيديو. الحمد لله على السلامة يا روح قلب بابا. الحمد لله على السلامة يا اللي كنت تعبانة وقلقة الناس عليكي انت. ايوه النهارده هنبقى يا جماعة هي من ساعة ما شافت الهدية بتاعتها ورا وهي مصممة ان الهدية لازم افتحها. هي خلاص بقت فاهمة كل حاجة، فاحنا مش عارفين نضحك عليها. بس امل عشان لسه ما جابتش الهدية بتاعتها لولي، فاحنا هنفتح الهدية بتاعتي لإيلا مش دلوقتي، الفيديو اللي جاي. بصراحة اديها حقها ان اديها الفيديو فرصة. بتاع النهارده هو ان انا هروح اجيب للولي الهديه بتاعتها. انتوا بقى تشوفوا بنفسكم هدية بابا ولا هدية ماما احسن. بس الاول هنشوف هدية ماما لان هي متأخرة، فلازم نلحق نصور النهارده ونجيبها ونوريكم يا ترى أمولة جايبة لولي ايه في عيد ميلادها. يا ترى ايه يا لولي؟ مع اني متأكد يا لولي ان هديتي هتبقى احلى بكتير. تمام، فانا عايز اقولك ان الهدية بتاعتك يعني هو انت بتقول لها هتنبسطي على فكره ان هديتي هتبقى احلى بكتير. والله ادي الناس هي موجودة الهدية وهتحكم بتاعتي يا بالعدل جماعة يعني. هتنفعها لما هتكبر بقى وتبقى عروسه وجميله. انا اللي هديتي هتبقى تنفعها لما تكبر وتلعب بيها وتبقى مبسوطة. ازاي؟ وخلاص العيله بتاعتنا هتبقى 3 مليون اخيرا. الناس اللي لسه ما اشتركتش تخش تشترك دلوقتي في القناه عشان نوصل 3 مليون بسرعه. عايزه اشوف الحماس بقى عشان فاضل يومين تقريبا وعيد ميلاد لولي هيجي. كل الناس اللي ما عملتش لايك على الفيديو ده يلا بسرعه حالا علشان ننزل نشوف هديه إيلا هتكون ايه من ماما. يلا بينا. يا ريت بقى نوصل الفيديو ده ل 100,000 لايك عشان الفيديو اللي جاي هيبقى حفله عيد ميلاد لولي. هنعمل لها اكبر حفله ممكن نعملها في حياتها. يلا بينا. انت بتختار صح؟ انت بتشوف بتختار كل حاجه. هي عايزه تنقي دلوقتي. هي بتعمل كده ليه؟ بتلعب مع عمو. كمان كل ده. طب عايزين نلبسها بقى كده كذا حاجه. بصوا انا شفت دي، هحاول دلوقتي البسها لها ونشوف شكلها عليها هتبقى عامله ازاي. اول سلسله دلوقتي. ايوه يلا بينا. شوف ايوه يا روح قلبي انا رقيق. اهو شوف يا هاني عايز المرايه تشوف. ها بايه ما تعرفش المرايه دي. حلوه واو عجبتك قوي. روحي يا سلام عجبتها. طب نشوف حاجه تانية. ماشي بص الانسيال الحلو ده هنشوفه بقى هنقضيها. يلا بابا بابا. ايه ده اوبا وريني الحلويات. برافو. طيب اهي شوف واو بايدك. ايه ده؟ دي مش لعبة لا. حاسه ان هو بسنها خالص. صح بصي ايه بس استنيها لا لا يا حبيبتي. حلوه دي عايزه تقطعها يعني هقطعها. شيلوها لي بسرعه. وريني تحفه. هنغير فكره الانسيال خالص بقى. هو سلسول جميل قمر وليلي تختار. بصوا يا جماعه، بصوا دي ورده كلها دايموند. تعالوا نشوف على دي. اهي يلا نشوف دي. يلا نشوف دي. يلا نشوف اللولي. وريني. شوف المراية. ها عجبتك؟ بس دي كبيرة لا. لا هي اصلا ما فرحتش ولا ضحكت ولا ادت اي رياكشن. حاسه ان الثانيه الصغنونه عجبتها. بصوا دي جولد فيها فصوص دايموند اللي تحت دول. يلا نشوف. ماشي بابا انزل تحت شويه. يلا مش قادره نوريها. اتخطى جمالها. تحفه دي. ورينا طيب ورينا شكلها. جميله. شوفي كده الحلويات اهي. ها مفيش اي رياكشن. شوفي تاني. خدي قرار. اوبا احنا
القرار. حلو؟ هي دي الأولى. أنا شايف إن دي شكلها حلو عليها. انا شايفه ان الثانيه تحفه، هي بقى اللي المفروض تاخد قرار شويه. طب نخليها تختار يعني ولا هتختار ازاي؟ بالله. خلاص انا عرفت هي هتختار ازاي. احنا ممكن نقعدها هنا نحط لها الاثنين. طيب يلا. ولا تختاروا هي هو ده بتاعها. اختاري كويس. اختارت خلاص. ايه ده؟ سابت دي ايه الخم ده؟ طب تاني عشان نتأكد 100%. إيلا. بالراحة. ها إيلا؟ نتأكد دي ولا دي؟ لا ما هو كده مش نافع خالص اللي احنا فيه. والله الاثنين. كده مش هينفع. دي ولا دي؟ ألف مبروك. انت عايزه تاخد دي وخلاص. هي اللي اختارت. دي اللي اختارت اهو. وريني اخترت أنا ايه يا التانية لولي. عجباني جدا. وريني اخترت ايه. وريني في ايدك ايه. اختارت النقطة. اختارت دي. اتفضلي انا اسفة. بتاعتك اصلا انا مش دعوة. كوكو ميلون. برافو يا لولي. مين اللي عيد ميلاده قرب؟ هنطلع بقى واحنا تعبانين للاسف. احنا صاحيين من الساعه 8 تقريبا. بنعمل مليون حاجه. لو تخلوا بالكم ورانا بقى في شنط عن الفيديو بتاع امبارح. كل يوم بننزل نجيب حاجه شكل وخلاص، لان العد التنازلي وخلاص ما فاضلش حوالي غير تقريبا يومين او بعد بكره. فاحنا حريصين ليه ومهتمين قوي بعيد ميلاد إيلا، لان ده اول عيد ميلاد ببساطه شديده جدا هيجي عليها وهي معانا. اول عيد ميلاد ليها في حياتها لما تكبر وتلاقي ذكريات كتيره حلوه ليها متصوره وناس كتيره قوي بتحبها والكلام ده كله، اكيد هتبقى مبسوطه. احنا بنحاول نعمل لها الحاجه اللي واحنا صغيرين لما كبرنا. احنا فين صورنا في عيد ميلادنا؟ احنا فين الذكريات دي؟ الحاجات اللي احنا كنا حابين ان هي تبقى موجوده بنحاول بقدر الامكان ان هي تبقى موجوده في حياه إيلا دلوقتي، عشان لما تكبر على الاقل تحبنا احنا. احنا عايزينها تحبنا احنا. تعالوا بقى نقول لكم النهارده نزلنا الساعه 8 الصبح بنعمل ايه. عايزه اقول لكم جبنا توك كتيره جدا عشان عيد ميلاد لولي، هيبقى كلها بقى نفس السيم بتاع العيد ميلاد. طبعا مش هقول كل لكم الناس كل الناس هتلبس نفس التوكه اللي كل والله انت غبيه، انت اصلا مسهله مش عليهم. دي بس مش هنتوقع. دي قطه مش ده خالص يعني. ماشي. هو سيم تاني خالص مش هقول لكم. ورحنا بقى جبنا الطقم بتاع حليم. هي مش بدله، هو طقم كده شيك وبصوا مخليه. وانت محضره ايه؟ حلو قوي. افتن. وانا محضره خليها دريس مفاجاه. تحفه برضو مفاجاه. وإيلا لكم خالص عليها حته دريس. الله الله بس ما أكبر. شاء الله لما تشوفوا الله الحاجات دي أكبر. بالله عليكم. واحنا محضرين كذا كده حاجه في اليوم هتبقى مفاجاه. عشان كده تعبانين. الهدايا لوحدها سيبكم من الهديه بتاعت امول، لان انتوا لسه يعني هتحكموا بالعدل لما تشوفوا هديتي. يعني انا عايز حكم بالعدل لما تشوفوا الهديه بتاعتي ليها وتحكموا هديتي احلى ولا هديه امل. انا بصراحه واثقه من مش نفسي عايز جدا أكتر من وعارفه ان انا مش عايز اكتر من كده. سارة do you know birthday إيلا next to tomorrow? Yes. You ready? Yes. I take dress for you. Dress? It's come today or tomorrow I think. 3 dresses. 3. Yes. Wear anything you like and this your dress. With my hair. With your hair, yes. Birthday إيلا يا جماعة. Okay, I'm very ready for Ila birthday. I'm going to dance. دي هترقص من اول يوم لاخره طبعا مش هتسكت. ده عيد ميلاد لولي بقى يعني هنعمل اللي احنا عايزينه كله. بالنسبه بقى لبعض الناس اللي عماله تقول ده منظر ناس بنتهم كانت تعبانه ولا مش متضايقين ولا مش عارفه ايه. طب احنا يا جماعه هنفضل متضايقين يعني سنه ولا ايه؟ ما هو احنا اساسا لازم نفرح عشان نحسسها هي ان مفيش حاجه حصلت. واساسا في السن ده الاطفال بيحسوا بكل حاجه، فاحنا من واجبنا ان احنا ما نفضلش بقى حزنانين كده وكل ما نشوفها نتضايق وما نخرجش ولا نجيب لها حاجه ونأجل عيد ميلادها اصلا
اصلا ونعمل الحاجات دي كلها، لا بدل الحمد لله الحمد لله جت سليمه وربنا سترها معانا وربنا قدر ان هي الحمد لله تخف شويه قبل عيد ميلادها، والدكتور كمان طمنتنا كتير جدا ان احنا نعمل عيد ميلادها عادي. فده من واجبنا ان احنا نحاول ان احنا نفرحها ونعمل لها كل التجهيزات بتاعتها. طبعا زي ما حليم قال لكم احنا بننزل من 8 الصبح كل يوم عشان نلحق، خلاص بقى بعد بكره احنا ما لحقناش نعمل اي حاجه لان هي دخلت في تعب، والحمد لله ناس كتيره قوي طلعت بتحبها. يعني احنا مبسوطين جدا بكم الناس اللي دعت لها. هي طبعا لما احنا بقينا نخرج نتفسح نضحك معاها نتصور، نفسيتها بقت احلى بكتير، والحمد لله عيد ميلادها هيتم بكل سعاده. انا عايزه اقول حاجه، انا جايبه لإيلا هديه كمان. تهزري؟ والله بس هديه حقيقيه بتمشي. انت مخبيه على انت بقى اقعد فكر، على فكره مش قايله لك وليش هي اللي في دماغي. مش ولو جت في دماغك بالله ما تقول عشان دي مفاجاه. يعني بص احلى مفاجاه بجد. هي أحلى اللي مفاجأة. في دماغي، لان انا عارف ان انت كنت بتدوري على حاجه زي دي من فتره. بجد جاي والله لا مفاجاه حلوه قوي يا جماعه. يا أنا مبسوطة لولي جداً يا جداً. عسل. طيب احنا ليه ما قلناش لحد الان ايلا حصل معاها ايه، او طلعنا شكل ايلا وهي تعبان؟ ده قرارنا الشخصي، انا متحفظ على الموضوع ده ان احنا ما نحكيش ايه اللي حصل او ما نطلعش صورتها وهي تعبانه اكتر من اللي ظهر، لان خلاص هي باينه جدا ان هي في مستشفى. لان بعض الناس ربنا يسامحهم قال لك ده بلاش بقى، يعني مش معقول انا ممكن يعني اتمنى لبنتي المرض والتعب ولا اروح ادخلها مستشفى وادخلها جوه سونار ولا بيسموه الاشعه الرنين المغناطيسي علشان اصورها. يعني اكيد العقل البشري ما بيفكرش كده تماما. الناس اللي فكرت كده دي الناس دي مش معانا، مش موجوده على الكوكب. الناس اللي اسأت ان هي لا ده لا مع لا ربنا ربنا يعني معاكم بقى، ربنا ده علشان كله. انا ماليش خلق ان انا ارد على الحاجات دي. احنا بس كل اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي ان احنا نلحق نعوض الوقت اللي راح، ان احنا نلحق نحضر بقيه الحاجات. الحمد لله احنا خلصنا يعتبر اللبس والتجهيزات بالمفاجآت بالهدايا، كل حاجه يعتبر خلاص بتتفنش. فاضل بس شويه حاجات كده، بس لازم كل حاجه ان هي مفاجآت. مش عايز احرق، مش عايز اقول اسكت هتقع بلسانك وتقول كل حاجه. اسكت، انا عارف لساني هقع بكلامي دلوقتي واقوم قايل كل حاجه. انا هختم معاكم الفيديو عشان انا عارف ان انا شايفه ان انا اختمه بجد عشان حليم بجد هيقول كل حاجه. بجد كل اللي عليكم ان انتوا تستنوا اليوم ده وبس. لا وتستنوا الهديه بتاعت حليم اللي انا هموت واشوفها، هموت وافتحها وهقول له يا حليم نفتحها ونقفلها تاني. طبعا لا مستحيل، مش عايز يوريني منها اي حاجه. والله انا بجد ما اعرفش والله حاجة. العظيم ما اتلمست، ما اتفتح منها حتى لزقه واحده. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هتشوفوا الهديه بتاعت حليم اللي جابها لولي، وان شاء الله تعجبها وتبقى مبسوطه بيها. وانا عايزه اقول لكم ان انا هموت اشوفها، فانا طبعا نايمه هتبسط دلوقتي باذن الله معاكم. فان شاء الله الفيديو اللي جاي هنفتحها كلنا مع بعض، وانا بقول لكم ان هي تعجبها، لان هي انا عارف بنتي انا بتحب ممكن اعمل حاجه، هوري للناس الهديه الثانيه اللي انا جايباها في الفيديو بتاعك. ماشي بس هديتي انا. طيب انت مش هتتحسب هديتين بيك. ماشي، انت هديتين ايوه قصاد هديه واحده مني. برضو عايز الناس تحكم مين اللي هديته احسن. ايه رايك؟ شفت الثقه؟ ماشي، انتظرونا في الفيديو اللي جاي. كل سنه وانتم طيبين وولادكم وحشونا كلهم جدا. مبسوطين، وكل سنه يا لولي وانت مبسوطه، ولما تكبري تشوفي الفيديو ده تشوفي بابا وماما هم بيعملوا لك احلى عيد ميلاد في الدنيا. يلا باي باي.